بابا يا صاحبي انت عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل تراك. عناية ليك، بس سمعني كده اي حاجه عشان اشوف طبقه صوتك كده واشوف احنا ممكن نعمل منها ايه. قاعد لوحدي بكلم نفسي لقيتني بدمع، بصرخ في اوضتي مع الاسود ومين هيسمع؟ كتر الوجع خلاني مش قادر اكمل، انا لو جبل قدام مش هيستحمل، كل البشر اللي في حياتي كرهتها. يا فنان الحلاوه دي يا فنان، عندك حاجه تانية؟ طب يا فنان سمعني كده. وانا بحكي عليك ساعات بتنزل دمعة من عيني، ويعلم ربنا اني خلاص بموت علشان وحشتيني. خلفت الوعد كده معقول، مشيت يا حبيبتي سبتيني. لا عشا يا فنان، احنا هنعمل لك النهارده حاجه قويه 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 بعون الله. بس انا عايز اسالك على حاجه. بس دلوقتي انت حجزت وجيت تسجل هنا ازاي؟ دخلت تابعتك، كنت متابعك من زمان اهو حبيبي بلاقي شغلك عجبني. اه رحت لما لقيت العرض رحت حجزت فين بقى؟ حجزت فين؟ حجزت على الاستاذ حسام شيخ. حجزت فين يعني على ايه؟ حجزت، دخلت جبت الرقم وكلمت على الواتس. يعني انت بعت على الواتس وحجزت على الواتس؟ طب فين رقم الواتساب يا صاحبي؟ رقم الواتساب التليفون مش معايا. التليفون مش معاك؟ طب احنا ممكن نستعيره ونحطه هنا في الحته دي كده، عشان اللي عايز يحجز في العرض ويجي يسجل هنا نخليه يجي يسجل برضه زيك. ممكن؟ تمام. اعمل ايدك بس كده. الرقم هنا يا جدعان، اللي عايز يحجز في العرض يجي ينورنا على الرقم ده، مستنيين كل الناس من اي حته في مصر. سلام. بقول لك ايه صحيح، استنوهم على الصاروخ بقى. سلام يا صاحبي.